السلام عليكم كده معكم فيديو جديد من فيديو عالمي. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وعملتوا لايك على الفيديو اللي فات وتعملوا لايك على الفيديو ده وتعملوا شير مع اصحابكم. عايزين ننتشر، انشر اللينك عشان ننتشر تاني الفيديو تعلى زي ما عملنا تاني المره اللي فاتت. يعني انا شكرتكم وقعدت اقول لكم مواه ومش مواه انت بتجلي مني على فكره يا صاحبي. يبقى عايز تنشر الفيديو. طيب انا ما حبيتش اطول عليكم بجد عشان الفيديو النهارده غريب جدا والله، فما تنساش اللايك سبسكرايب كومنت عشان بحب اقرا كومنتاتكم. ولو عايز تيجي على الانستا تنورنا طبعا. فيديو النهارده عن واحد مش عارف، مش عارف بيعمل ايه ده بجد ده. ممكن ياكل ابنه عادي، فتعالوا نشوف بيعمل ايه الراجل ده. بص لسه ما بدأناش، اهو بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لقينا واحد بيسلق كوره بلياردو يعني، فتعال نشوف. لا انا تقريبا ظلمت، يعني طلع بيعقمهم باين، فسامحني يا معلم، انا ما اعرفش ان الكور بتعقم كده. ايوه هو يا عم بيعقمهم عادي، طلع يطبخ رز بس مش عارف الكميه دي يعني، ما ايه دي. تسلم ايدك على حبه الرز المحروقين دول والله، ارميهم في الزباله. ده ما طلعش بيعقمهم، ده بيشويهم. يعني مش عارف هياكلهم ازاي، دي رخام تقريبا كره البلياردو دي. فتعالوا نشوف بقى، نشوف سنوها بتتكسر دلوقتي. لا وكمان بيحط لك كده حبه زيوت وبتاع، هيتبل الكور. معلش بس عايز افهم، يعني انت جايب حته دهن بتقطع فيها ولا هتعمل ايه؟ دي ايه البتاع اللي انت قطعتها دي؟ هو تقريبا هيتغدى بحته الدهن دي وهيحلب الكور، مش عارف ايه ده. بما انك هتحلب كور بلياردو يعني اكيد دي شوربه كور بينج بقى ولا إيه؟ انا ما اعرفش، انت فضائي يا ابني، انت ايه ده؟ يا صباح الفيروس سي على الكورونا، على حبه امراض كده لسه ما اخترعوهاش انت تخترعها لنا. انت بتستخدم سرنجات قديمه ولا ايه ده؟ لا يا معلم كتر خيرك والله بجد، يعني بص شوف النظافه، بيشيل لنا السنون يعني، ده عشان بتخش في الجسم وكده، فهيموتنا بالبطيء بالسرنجات. انت ايه اللي بتخترعه بجد ده؟ انت جايب لي صبار هتطبخه باين، وجايب لي اسمها ايه دي السرنجات، انت عايز تعمل فينا ايه؟ قول لي. تقريبا ده دم كان في السنون او ما اعرفش ايه ده بجد والله. معلش بس انا شايفك مندمج والله، بس انت ايه الخرا اللي بتعمله ده يعني؟ بتعمل ايه في السرنجات وفي في البتاع الاحمر ده؟ لا احسن تكون تعمل ايه، قلم روج ولا ايه؟ بص مبدئيا أنا دلوقتي مش هسالك انت ازاي الراجل بتحط روج، الحاجات دي بقت منتشره دلوقتي، حاجات مقرفه يعني، ربنا يعافينا وما علينا. بس ايه القرف ده؟ ده طفح جلد يا معلم، ده مش روج ده. ده ايه ده؟ ايوه بقى الكلام اللي يفتح النفس هو يا جدعان، بيقطع لنا حته خيش وهياكلها لنا باين. تقريبا هيعمل حته الخيش دي راس طعميه ولا ايه؟ مش عارف إيه اللي بيعمله ده. ده طلع هيطبخها فعلا. بون ابيتي. انا مش عارف هو بيعمل ايه دلوقتي، بس مش عارف يعني، اكيد مش بسكوت او حاجه مش هياكلها يعني، اكيد هيبقى اختراع مثلا.
بس خلاص فهمت، دي تقريبا قنبله، عمال يحط نحاس وبارود ومش عارف ايه اللي بيعمله ده. معلش انا عايز اسالك سؤال يا استاذ، ما اعرفش انت اسمك ايه، ما علينا، بس يعني هل المنديل ده اضاف للوصفه ولا ما اضافش؟ انت عملت النوش ده كله بجد عشان القرص ده او الحته دي؟ طب هتعمل بيها ايه طيب ولا ايه؟ مرايه بجد يعني؟ عملتها مرايه؟ انا بيعجبني فيك والله شياكتك، يعني ان انت مهتم بنفسك، بتحط روج، بتعمل مرايه. مش عارف الفيديو الجاي هتعمل ايه، بس ربنا يستر. بس لحد هنا يعني انا واثق مليون في المية ان ده اللي في بالي، ومش هقول ايه اللي في بالي، يعني هي واضحه، وهياكله. بص مهما يحصل في الفيديو ده انا فاقد فيك الامل يا معلم، فيعني حاجه معفنه حصلت في الفيديو ده، بس كفايه لحد هنا وهنقفل الفيديو. هي الوصفات دي في البلد عندهم ولا هو بس اللي مخترعها؟ يعني هو بيقعد كده فاهم، بيحب يقعد يمسك اي حاجه ويفضل يعجن فيها كده ويلعب فيها لحد ما تبقى وصفه او اكله. هو انا دلوقتي حاسس ان انا اطمنت شويه ان انت عملت عجينه دي، فهتعمل العجينه على يعني على الشكل ده. بس ليه الشكل ده بجد؟ يعني انت مصمم تقرفنا او تعمل حاجه غلط؟ طب واللي انت عملته لا استغفر الله العظيم، نعمه ربنا مش هقول عليه كده، بس يعني هو شكله كده. بس ده حلو ولا حادق؟ ما علينا، البتاع ده حلو ولا حادق؟ هو حط عليه عسل يبقى حلو يعني. الف يعني، لا اطفح بالهنا والشفا، مش الف هنا بجد، اطفح بالهنا والشفا. معلش يا استاذ اف، انا هسميك استاذ اف عشان انت يعني انت عارف ليه اف. ليه بتقلي الصبار؟ يعني الصبار عمل لك؟ طب سؤال اهم، هل انت هتشيل الشوك وتاكله ولا انت بترازش الصبار عشان شكلك مثلا وكده ولا ايه؟ ده هيشيل الشوك فعلا اه. تقريبا فاكره تين شوكي باين ولا ايه، مش فاهم. تصدق انا اول مره اشوف صبار مقطع؟ يعني ما اصل مين مختل هيقطع الصبار؟ يعني ما حدش بياكله وسايبينه في حاله، ليه هنقطعه؟ فاول مره اشوفه. جاب حته الدهن تاني قعد يخزق فيها بالعصايه، انا مش عارف حته الدهن دي تعباه قوي، ما اطبخها مره واحده عشان ما نقعدش بقى في كل فيديو تقرفنا بيها. معلش يا استاذ اف، لا قدر الله يعني لو عايزين نعمل الوصفه دي، هل ده مسحوق غسيل اللي انت حطيته ولا ملح عادي ولا ايه ده؟ ده سلقه بجد يعني، سلق الصبار وحته الدهن اه، ومش عارف ايه اللي حطه في الاخر ده، بس اكيد حاجه مقرفه يعني. والله يعني مش عارف اقول لك ايه غير يعني تسلم ايدك واطفح بالهنا والشفا، يعني ما مش عارف. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاعنا ده. لسه ما عملتوش لايك، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، ولو وصلت لحد هنا يا ريت تصلي على النبي، تعرفني في الكومنتات.
وتكتب لي كومنت حلو كده يلا، عشان بحب اقرا كومنتاتكم فاهم. وتعالى على الانستا هتنورنا هناك على فكره يعني، مستنيك هناك ماشي. هروح انا هسبقك على هناك ماشي. يلا سلام عليكم.